السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده هنعمل معاكم طريقة الكوكيز وكوبايتين دقيق بس هيطلع معايا كل الكمية ديت ما شاء الله بألف هنا، وطريقتها سهلة وبسيطة جدا والمكونات موجودة عندنا في كل بيت. هنا زي ما انتم شايفين أول حاجة هنبدأ بيها معانا بيضة بدرجة حرارة الغرفة، معانا نص كوباية سمنة أو نص كوباية سمنة على زيت أو نص كوباية زيت على حسب ما انتم حابين. البيضة هنحط عليها كيس فانيليا. المكونات سهلة جدًا وبسيطة، معانا نُص كوباية دقيق آسفة، نُص كوباية سكر. هنبدأ طبعًا نضرب المكونات دي كلّها مع بعض، معاكِ بالمضرب ماشي، بأي حاجة، هي ما بتاخدش وقت خالص زي ما أنتِ شايفة كده، أهم حاجة المكونات تتجانس كلّها مع بعض، ما شاء الله بألف هنا. ودلوقتي هنبدأ نضيف عليها بعد ما تختلط كويس، هنبدأ نضيف عليها كوبايتين الدقيق، ما شاء الله كوبايتين الدقيق عمل معايا كمية كبيرة جدًا ما شاء الله. هنبدأ طبعًا نحط نُص بيكنج باودر، ما ننساش نُص معلقة بيكنج باودر على كوبايتين الدقيق، رشة الملح بتاعتنا. قبل ما نبدأ نشتغل في أي حاجة طبعًا مشغّلين الفرن على درجة حرارة 180، هننزل كده بكل الكمية. هنا كوبايتين دقيق، هنحط ما ننساش رشة البيكنج باودر. هنبدأ نخلط كل المكونات مع بعض. هنا بقى أنا هاسيب المعلقة خالص وهابدأ أشتغل بإيدي عشان أنا هاقسم الكمية ديّة على جزئين، جزء هاعمله بالشوكليت وجزء هاعمله سادة زي ما أنتم شايفين معايا في بداية الفيديو. حابة تعمليها سادة ماشي، حابة تعمليها بالشوكولاتة كلّها ماشي، زي ما أنتم حابين. أنا هنا هابدأ ألِم العجين. الكمية اللي أنا هاعملها بالشوكولاتة هابدأ طبعًا هاحط معلقة سمنة عشان أمشّي فيها معلقة الكاكاو. هنا معايا الكاكاو أسباني ما شاء الله جميل جدًا، أخدنا منه معلقة زي ما أنتم شايفين كده على معلقة السمنة. هابدأ أضربهم كويس مع بعض وهابدأ أضيف عليهم العجين بتاعي اللي أنا قسمته. أنتم طبعًا لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس. زي ما أنتم شايفين نزّلنا نُص الكمية، والكمية التانية هاعملها أبيض. هنا طبعًا لو لقيتوا العجينة معاكم ناشفة ماشي، ممكن تضيفوا معلقة سمنة تاني على حسب الدقيق، يعني في دقيق بيشرب سمنة وفي دقيق بيبقى يعني يبقى مقاديره مضبوطة. هنا طبعًا ضِفت معلقة سمنة الأبيض ومعلقة سمنة اللي هو اللي بالشوكولاتة عشان خاطر إيه، حسيتها ناشفة شوية يعني. شوكولات شيبس طبعًا جنبنا، هنبدأ نكوّرها كده زي ما أنتم شايفين الكرة بالحجم اللي أنتم حابينه، حابينها كبيرة، صغيرة، زي ما أنتم حابين. هنبدأ نكوّرها في وعلى الشوكولات شيبس نضغط عليها كده بالراحة، بس ضغطة صغيرة عشان خاطر هي ما شاء الله بتفرش معايا في الفرن وتبقى جميلة. هتشوفوها دلوقتي وما شاء الله حاجة كده ما شاء الله الأطفال بيفرحوا بيها جدًا، وحاجة كده جميلة. يا رب الفيديو يكون عجبكم وأكون فدتكم بأي حاجة. ده فيديو كده سريع وبسيط، وهتشوفوا بقى بقية الفيديو معايا. هنخلّص كل الكمية اللي أنتم شايفينها ديّة، هي كمية سهلة جدًا ما أخدتش معايا وقت خالص. أنا باورّيكم هنا باقول لكم أنا هاخلّص بقى الكمية كلّها مع نفسي. ما شاء الله عملت معايا صينيتين، الكمية الكوبايتين دي عملوا معايا الكمية اللي أنتم شايفينها ديّة. هنبدأ طبعًا نسويها على درجة حرارة 180. أول ما تبدأ تاخد لون من تحت هاطفي عليها، هي بتبقى طرية وهي في الفرن، بس بعد كده بتمسك نفسها بتبقى ما شاء الله ناعمة وجميلة جدًا. زي ما أنتم شايفين طبعًا هنا طبق هنقدّم فيه، هاورّيكم شكلها تحفة، تحفة، تحفة بألف هنا. وده كان فيديو كده بسيط وسهل قُلت أنزّله، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، مع السلامة، يا رب أكون أفدتكم بأي معلومة.